اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يا صباح النور والسرور على احلى اخوات ومتابعين في الدنيا كلها. وحشتونا كتير من الفيديو اللي فات لحد النهارده. بما اني شايفين المقدمه معايا مين؟ معايا نرمين العمده، اختي وحبيبتي. ربنا يديم المعروف يا رب ويديم المحبه. انتظروني بمشيئة الرحمن. الفيديو الجاي بأمر الله هقول لكم كل المفاجآت، وهقول لكم أنا ونرمين اتقابلنا ازاي وتعرفنا على بعض ازاي. أحلى معرفة من أحلى أخت في الدنيا كلها. نرمين يعني الجمال كله والقلب الأبيض طبعا. وزي ما انتم شايفين عملت بقى الأكلة دي، ولادي كانوا نفسهم فيها جدا، اللي هي أكلة التشيكن أو زي ما بتقولوا عليها أيا كان بتتسمى، بس احنا عندنا بنقول يا إما كنتاكي يا إما تشيكن. وزي ما انتم شايفين الرز الريزو، بس ده رز ريزو اصفر مش البني، عيالي مش بيحبوه. وعملنا السلطه الكولسلو، تقولوا لي رايكم برضو فيها ايه، وان كنت بقولها صح ولا غلط، ان كانت هي كولسلو ولا كولسلو ما اعرفش. انا زي ما قلت لكم انا ما بحبش اصنع الكلام، انا بحب اقول الكلام تلقائيا من القلب للقلب على طول. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم. اللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصلوا كل جديد معانا. لايك وشير فضلا ليس امرا. ويا رب الفيديو يعجبكم واعرف افيدكم بحاجه حتى لو كانت صغيره. هنا زي ما انتم شايفين بوريكم الفراخ ان هي طيبه ومستويه وجميله جدا جدا. عملت لها محلول ملح ما شاء الله جميل قوي، اول مره اجربه بس بجد مش اخر مره. محلول الملح خلى الفراخ جميله جدا جدا برغم ان انا غسلاها، بس خلى ما فيش زفاره ولا في اي حاجه من ده كله. خلى الفراخ طريه جدا من جوه وبيضه قوي. فبجد الطريقه دي حلوه قوي قوي هتعجبكم. اهم حاجه تكون الميه ساقعه، ولو ما عندكيش ميه ساقعه اعملي زي حالاتي عشان تبقى الوصفه بالظبط. الطريقة دي هتعجبكم قوي وهتفكوا كتير كتير. ومحلول الملح ده انا اول مرة اجربه وندمانة ان انا ما جربتوش قبل كده. هنحط معلقة من السكر ومعلقتين من الملح، وعايزة تبيتيها فيها ليلة كاملة بيت. هنا زي ما انتم شايفين بحط مكعبات التلج. هتقولي بتحطي مكعبات تلج ليه؟ هقول لكم على حسب الرغبة زي ما انتم عاوزين. انا بنحط معلقة سكر ومعلقة ملح، او معلقة سكر ومعلقتين ملح. وهنحط ايه من عندي انا بقى ايه، ورقتين لورا كده والليمون بس كده. انتي لو عاوزه تبيتيها من بالليل للصبح وتقومي تعملي الاكل براحتك عادي. عايزه تعمليها في نفس اليوم يبقى هتعملي زي ما انا ما بعمل. انا قلت كده كده انا ركناها في محلول الملح، يبقى وانا ركناها فيه يبقى ميه ساقعه، لان طبعا انتوا عارفين ان الجو حر. وانا كده كده مخليها جنبي في المطبخ على بال ما اعمل التتبيله بتاعتها والحاجات دي، فقلت يبقى ميه ساقعه. صراحه كانت جميله جدا جدا، كانت جميله قوي. تغسليها غسله حلوه جدا طبعا، بعد ما تتغسل تروحي حطها في محلول الملح على طول. طبعا احنا عارفين ان الفراخ كده كده مهما غسلتيها حلو جدا جدا وبرضو قعدتيها شويه بتنزل منها ميه ملونه لو حتى اتغسلت ايه، ويستحاله حد يقول لي غير كده. فانا طبعا غسلتها غسله حلوه قوي، وكانت اخر غسله خلاص رحت حاطه عليها ايه بقى، منزلاها في قلب محلول الملح او المحلول بتاعها ده، ليمون وسكر وملح وميه ساقعه. والله العظيم الوجبه كانت جميله جدا جدا جدا، ولو جربتيها بنفس الطريقه دي هتعجبك قوي قوي قوي. بس كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين عملناها بالاسترتش راب طبعا. وهركنها بقى على جنب هنساها خالص، كده كده انا مش خايفه عليها لان الميه متلجه. اهو بصوا برضو اللون بتاعها غير ازاي، بس خلى بقى الفراخ بيضه وجميله جدا ومن جوه يعني ايه، بيضه وطريه. لا بجد المحلول ده انا اول مره في حياتي اعمله، وبجد مش اول ولا اخر مره هعمله بعد كده. هنا التوابل اللي احنا هنحطها زي ما انتم شايفين مع بعض، الكاري والكركم والبصل بودر والثوم بودر والبابريكا والقرفة والكمون والفلفل الأسمر والكزبرة وحبهان مطحون ومكعبين من المرق. وكل ده هنقلبه في قلب بعضيه تقليبة كويسة جدا. وبرده ايه هقول لكم هعمل بيه ايه، نمشي مع بعض خطوة خطوة عشان ما تتوهوش مني. بس كده يا حبايبي لقيتها ما شاء الله من جوه طرية جدا جدا وبيضة جدا. الملح نسيناه، رجعنا حطينا الملح طبعا. بصوا انا مفيش خطوه بعملها من وراكم عشان يعني محدش يدعي عليا، انا اتمنى الدعاء مش اكتر من كده. لما حد يستفاد بوصفه حلوه ويدعي لي ده عندي بالدنيا كلها. هنا حبه ملح طعام. هنلعب بقى ايه اللعبه بتاعت المطاعم الحلوه بقى.
ونروح ايه نقلب كله برضه في بعضيه. كل دي توابل. هتقولي لي كل دي توابل؟ هقول لك اه. هتقولي مش كتير؟ هقول لك لا مش كتيره على الكميه. هنا بقى ايه جه الوقت هقول لك التوابل كتيره ليه. ادي علبه زبادي جايبينها مع بعض اهو. وهنا التوابل دي هنقسمها مرتين او هنقسمها اتنين. هتقولي هتقسميها ليه اتنين؟ هقولك علشان هنحط نص منها مع التتبيله اللي هنتبل بيها الفراخ بتاعتنا، والنص التاني هنحطه في قلب الدقيق اللي برضه هنتبل بيه الفراخ اللي هنغلفها بيها. هنا زي ما انتوا شايفين، حاضر ثواني. هنا زي ما انتوا شايفين اهو حطينا علبة الزبادي وحطينا كل البهارات بتاعتنا او كل التوابل اللي احنا عاملينها مع بعض على كوباية لبن. بس كده؟ هقولك لا، معلقة خل. تمام كده. وهنحط ليمونة او ليمونتين على حسب مية الليمون بتاعتك. يعني الليمونة دي كانت رخمة اوي معايا، كانت فيها يعني المية قليلة والحاجات بتاعتها دي اللي اكتر. يعني الشواشي بتاعتها او معرفش بيقولوها ايه، يعني التفل بتاعها ده هو اللي كان اكتر، فضايقتني شوية. بس مش مشكلة، عصرت منها ليمونتين. وعلى قد ايه الكمية اللي قصادي. وهنشوف مع بعض حبة حبة. هقول لكم برضو عملت ايه عشان ما فيش حاجة انساها او تقع مني ايه وانا بقولها لكم. بس نص الكمية التانية هنحطه مع الدقيق علشان خاطر ايه نغلف بيه الفراخ من بره، تبقى نفس الشكل ونفس القرمشة. بس الحاجة الوحيدة هنا اللي انا نسيتها معلقة بيكنج باودر. انا نسيت احطها الصراحة. بس يعني لما جينا بقى نعمل تاني وجبة في العشاء رحت حطاها. طبعا ما صورتش بقى. بصوا هنقلب كل ده كده في بعضيه يتجانس مع بعضه كله. هننزل بحبة دقيق بقى عشان نعمل ايه الخليط بتاعنا. لو عملتيها بنفس الطريقة دي بجد وداعا انك تشتري اي كنتاكي تاني من بره. هنا هنحط الدقيق اهو زي ما انتوا شايفين، بوريها لكم كده اهو. هنحط بقى الدقيق وهننزل عليه بالكمية كلها ايه الباقية بتاعت التوابل بتاعتنا. بس كده يا حبايبي. بالنسبة لنرمين العمدة كانت أحلى صدفة بجد، وكانت أحلى لقاء قابلتها فيه. وبجد بجد حد محترم جدا، من الأشخاص اللي قلبها أبيض قوي وطيبة جدا. مفيش خبث، مفيش لوع، مفيش أي حاجة من ده كله. حد يدخل القلب من غير كلام. حبوبة جدا جدا، بتحب الناس، بتحب الخير للناس، من الناس اللي مش موجودة دلوقتي. هنا حطينا الدقيق وحطينا الميه وهنقلب برضو مع بعض. نقعد نعمل لها ايه نقلبها لحد ما نعمل القوام المظبوط معانا، ولا تقيل ولا خفيف. حبيتها جدا جدا. اخدتني كمان ايه عزمتني على الغدا. حد من الناس المحترمه قوي. بجد بجد احلى اكله انا اكلتها معاها. بجد حد في غايه الاخلاق العاليه. ربنا يبارك في اهلها للتربيه الحلوه المحترمه دي. الواحد لما بيقابل نموذج من الناس ديت بيفرح جدا جدا ان هو الدنيا لسه فيها ناس محترمة او ناس كويسة. هنا بص انا حاطه لكم كل التوابل. بقول لكم جت قليلة شوية مع الدقيق، فخدت من كل حاجة حبة حبة كده قدامكم في الكاميرا وبحط فيها تاني. بس يا حبايب قلبي، فكان احلى يوم يا نرمين قضيته معاكي. ويا رب يجعله ما يكونش اخر مرة ولا اول مرة. يجعلها يا رب كده ايه تكون على طول بأمر الله، وربنا يديم المعروف والمحبة. انتظروني هنزل لكم فيديو بقى بيني وبينها بتاع الغدا وبتاع الخروجه الحلوه دي ان شاء الله بمشيئه الرحمن. بس هنا عملنا الخليط بقى كله زي ما انتم شايفين. نزلنا بقى ايه بالفراخ كلها وهنقلبها كلها مع بعض. عفوا بقى هنا ما كنتش عارفه اصور كويس لان كنت ماسكه بايد وبصور يعني كنت بعمل الاكل بايد وبصور بايد. هنا لبست جلافز بقى لان الدنيا كانت هتبقى يعني هيصه خالص كده. فلبست بقى ايه الجلافز وقلت ايه اقلب براحتي خالص. جات لي هنا بنتي اهو قالت لي طب هاتي بدل ما انت ماسكه بايد وبتصوري بايد، هاتي انا اعمل لك انا اصور لك يعني. قلبته هنا كويس جدا زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم نسيت معلقه البيكنج باودر كانت اهم حاجه طبعا. بس ايه قلت مش مشكله عوضتها تاني مره في حبه الدقيق. ما اقدرش احط في التوابل تاني طبعا، حطيت في الدقيق بس. ادي هنا اهو زي ما انتم شايفين. بنتي بتقول لي ما تنسيش
الكنتاكي بتاعتنا الحار، قلت لها والله كنت ناسياها. فطلعت لهم بقى شويه هم كده ايه، من الكميه اللي انا عاملاها قسمتها 2، لان انا وابني بنحب البارد، والفريق كله الباقي بيحب السبايسي. فطلعت ايه، قسمت الحاجه اللي معانا، عملتها نص سبايسي ونص ايه بارد. اللي عايز بقى ده ياكل واللي عايز ده ياكل، يعني حاجه ايه، حريه الاختيار ليهم او ليكوا طبعا. طبعا هتعملي نفس الطريقه دي بالظبط. عند الشطه، عايزه بقى شطه تحطي زي ما انت عايزه في الكميه اللي ايه اللي انا ايدي فيها، مش عايزه زي كده، لا طبعا هتروحي حاطه. بص الشطه قد ايه، وبنتي بتقولي لا قليل. بصي هي اللي حطت بنفسها، لان هي واختها وباباها بيحبوها سبايسي قوي. حتى ما بنجيبه من بره برضو، يعني لما بيوصوا على الوجبات من بره بيقول له مثلا عايز نص الوجبه حار ونص ايه بارد. فالله يعينهم طبعا على الشطه دي كلها، الله يعينهم، كانوا حابينها جدا جدا جدا. دي طبعا بما ان احنا ما عندناش نعم، ما عندناش القلاية الكهربائية يعني. تعملي طبعا زي حالاتي، مش هتقولي طبعا مش هعمل، لا طبعا لازم تعمليها بإذن الرحمن. هنعمل ايه، نجيب حلة بقى صغيرة عشان ما تاخدش كمية كبيرة معانا من الزيت. هنجيبها حلة صغيرة كده كنزة بس تكون غويطة. هنحط بقى الزيت معانا ونستنى لما الزيت يغلي، مش يغلي لدرجة الغليان، عشان اول ما تحطي الفراخ هتاخد لون معاكي ومش هتستوي، هتبقى نية من جوه. لا يبقى اللي هو المعقول، ولا بيغلي قوي ولا بارد، لان لو بارد التتبيلة بتاعتنا الغلاف يعني هيفك من على جلد الفرخة، فطبعا مش هينفع. فتبقى انت ايه يعني محزمة امورك كده. يا اما لو عندك الجهاز بتاع مقياس الحرارة، برضو تجربيه. ما عندكيش يبقى انت كده ايه بالموايمة كده نظري يعني تشوفيها بس. وهنا بقى بنحطها في قلب التتبيلة، وبعد كده بنرجع ننفضها كده ايه عشان تنعكش معانا وتدينا نفس النعكشة بتاعت بره، او نفس اللون يعني، عفوا نفس الشكل بتاع بره، اللي هو بيبقى منعكش كده او مثلا مخروش كده او ايا كان ايه زي ما بتقولوه. بس كده زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. وهنعمل ايه، نفضل بقى نعمل ايه الكمية بتاعتنا اللي انت هتاكليها كده. هتحطي بقى بالنسبة في الحلة، هتحطيها تقعد معاكي تلت ساعة بالظبط، تلت ساعة او تلت ساعة. طب مش غلط؟ لا مش غلط. هتتحرق؟ لا برضو مش هتتحرق ولا اي حاجة. هتحطيها ربع ساعة كاملة من غير ما تفتحي الغطا بتاع الحلة عليها. ربع ساعة بالظبط تروحي معرية الغطا، وتشقلبي الفراخ اللي تحت فوق واللي فوق تحت 5 دقايق بالظبط كمان، وتروحي ايه مطلعة الفراخ. معلومة، ما ينفعش تقفلي البوتاجاز وبعد كده تطلعي الفراخ، لا انت توطي شعرايه وبعد كده تطلعي قطع الفراخ بتاعتك، عشان لو طفيتي الفراخ هتشرب زيت جامد قوي. فانت تخلي الزيت شغال زي ما هو. بصوا عامله ازاي اهو، مش اللي هي لدرجه الغليان ولا البروده، لا هي يعني الحلوه انت هتشوفيها. عفوا يا حبايب قلبي، زي ما انتوا سامعين لسه بيقول لي سبسي. كان بيلعب فعينيه اتطرفت بس كده، بيقول لي حطيت صباعي في عينيا من غير ما اقصد، كانت عينه اتطرفت بس بشوفها. جبت له قطره من الصيدليه كده، لان من كتر ما عمال هي وجعاه وهو بيدعك فيها، فالجفن بتاع العين احمر. جبت له قطره حطيتها له، الحمد لله هديت شويه، عشان كده يعني قاعد مقريف. بس كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. سيبنا بقى كده الفراخ، هتسيبيها تلت ساعه بالظبط من غير اي كلام. تلت ساعه تسيبيها، ربع ساعه كامله من غير ما تعيني الغطا من عليها خالص. ربع ساعه تروحي معاينه الغطا ومشقلباها اللي فوق تحت واللي تحت فوق، وبعد كده 5 دقايق كمان متكاملين تروحي برضو مطلعه على طول. هنا بنعمل بقى الرز الريزو. طبعا هما مش بيحبوا ياكلوه اللي هو البني، يعني بيحبوا ياكلوه اصفر، فانا على طول بعمله لهم بالطريقه دي. حتى الرز الصياديه نفس النظام برضو، مش بيحبوا ياكلوه برضو غامق. بس كده يا حبايب قلبي، سايبين زي ما انتوا شايفين الفراخ زي ما هي على النار اهي. تستوي براحتها خالص خالص. في ايه، سايبينه طبعا ايه يستوي براحته خالص خالص زي ما قلت لكم تلت ساعه كامله، وبعد كده ايه تروحوا تطلعوه. معلومة، ما ينفعش وانت بتطلعي الفراخ تطفي النار، لان الفراخ هتشرب الزيت كله وهتبقى مش حلوة. لا تخلي النار هادية زي ما هي،
وتعملي ايه، تروحي حاطه وانت بتطلعي الفراخ. كانت جميله جدا جدا بجد ومقرمشه، وهتشوفوها هتعجبكم قوي. هنا طبعا هنعمل ايه، بنعمل الرز. حطيت ليمونتين. وبعدين بصوا، هو بيدور على اي حاجه ينكشني بيها او اي حاجه يلفت انتباهي ليه. هنحط ايه، هنحط ورقتين لوري، وحطيت واحده قرفه خشب، وكام واحده حبهان كده، وليمونتين، ليمون مجفف، اكنك بتعملي كبسه بالظبط يعني. بس زي ما انتوا شايفين، وهنقعد بقى نقلبه لحد ما يشرب من الحاجات اللي احنا حاطينها ادم، عشان ايه، يدينا اللون الاصفر اللي احنا عايزينه. وكل ده وبعدين عفوا يا حبيبي على الصوت اللي هو عامله والازعاج ده. عضيت ايدك صح؟ معلش. بص، عامل ازعاج جامد جدا، وما بيصدق اي حركه كده جديده يلقطها ولا حاجه يقعد يعملها في نفسه. الوقت عمال يلعب، راح عض ايديه. قولوا لي بقى ده ذنبي؟ لا مش ذنبي، ذنبي ان هو عض نفسه وجاي بقى ايه يحط الملام عليا زي ما انتوا سامعين. انت شكلك عايز تنام صح؟ فانت تنام ايه بالتي هي احسن. بس كده، هو كان عايز ينام، فايه قلنا بقى ايه يريح ويستريح. هو مش نايم، هو قاعد اهو بس محترم، قاعد بياكل اهو، فايه قاعد في حاله ابن الناس بقى كده دلوقتي، ايه احترم نفسه. بس كده حسيت ان الرز لسه اللون بتاعه مش قد كده، فحطيت له حبه كاري وكركم تاني علشان يدينا اللون الاصفر اللي احنا عاوزينه. بصوا، ما قعدش ساكت الا لما بعد ما اداني حبه اقلام. يعني كل شويه يمسك رقبتي ويشدها جامد ناحيته، انا ناحيه التليفون يروح يشدني ناحيته هو، وانا بتكلم يحط ايده على بقي. فمش عارفه بجد يعني، تعبنا النهارده الاستاذ سليم. بس كده يا حبايبي، زي ما انتم شايفين بقى بنطلع الفراخ. دي اول طاسه طبعا، ما شاء الله مقرمشه وجميله جدا جدا. يعني بصوا كريسبي جدا من بره، ومن جوه طريه وجميله قوي. دي اول طاسه طلعناها مع بعض. زي ما قلت لكم، اهم حاجه عشان يعني السوا بتاعك يبقى ناجح معاكي كويس جدا، هي بتقعد على النار تلت ساعه مش اكتر من كده. اول ربع ساعه بتخليها مغلقه جدا الغطا، واول ما بتفتحيها بتشقلبي طبعا بعد ربع ساعه بالظبط، اللي فوق تحت واللي تحت فوق. وبعد كده بتروحي كاتماها كمان 5 دقايق بالظبط، وتروحي مطلعها على طول. وانتي بتطلعيها ما ينفعش تقفلي النار، عشان الفراخ ما تشربش منك الزيت. بس كده. وهنا زي ما انتوا شايفين بقى ايه، حطيت حبة بطاطس تحمير كده في نفس الزيت بتاع الفراخ. اقدر اقول لكم البطاطس نفسها طلعت احسن من الفراخ. ليه بقى؟ شاربة من الطعم والريحة بتاعة الفراخ اللي في الزيت، حاجة في منتهى الجمال، زي ما بيقولوا كده جامد الجمدان. هنا الرز طبعا ايه، بنشوف استوى ولا لا. هنا بنشوف الرز طبعا استوى ولا لا. فالرز طبعا استوى كله من تحت ما عدا الحبه الصغيرين اللي فوق دول. شقلبت بقى ايه الرز، طلعت حبه من اللي استوى من تحت ونزلت ده مكانه، على بال ايه ما نغرف يكون الرز كله طاب. طبعا بقى مش هنقعد نتفرج ان الفراخ بتستوي والرز بيستوي ونقعد كده مع بعضينا، لا طبعا مش هنقعد نحط ايدينا على خدنا يا ترى استوى لا ما استواش. نعمل ايه، نكسب وقتنا ونعمل حبه سلطه كول سلو. عايز ايه، رجعت تاني؟ انا قلت هتنام. لا، سامعين يا جماعه بيعمل لي ازاي؟ ايه، سمعهم بتقول ايه. بس كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. شكرا. مش عايز نتكلم في التليفون خالص. بس ماشي. كل ما اتكلم كل ما اتكلم في التليفون وابص ناحيه التليفون يندهلي، يمسكني من عند رقبتي كده، يزقني جامد ويخليني ابص له بالعافيه اجباري. عايز ايه؟ صحه يا عم. سامعين؟ هو ده الكلام بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. بس كده يا حبايب قلبي، حطيت ايه بقى، حطيت علبه زبادي وحبه لبن وحبه كمون وحبه ملح، بس كده.
ال- الحاجات بتاعتها قليله وبسيطه جدا، انا مش مكمله المقادير كلها. عفوا يا حبايبي، احسن وقت بالنسبه لي بحب امنتج فيه من غير اي كلام وجع قلب وقت المونتاج بتاعي الساعه 2 3 بالليل. ولا حد بيقاطعني ولا حد بيرن الجرس ولا اي حد بيدوشكوا معايا. عفوا وسامحوني على القلق ده كله من الصغنن ومن الجرس كمان. بس كده رحنا نزلنا بالجزر المبشور، ونزلنا عليه بقى بالكابوتشا المتقطعه صغننه. وفي الاخر بعد كل ده انا نسيت احط المايونيز، هحطه معاكم دلوقتي. بس كده كده الاكل ايه زي ما انتم شايفين معانا خلص اهو. ولسه في طاسه تانية على النار بتاعه الفراخ. بجد جميله جدا جدا ما شاء الله، وكريسبي من بره وجميله قوي ومن جوه طريه جدا. محلول الملح اللي انا عملته دوت خلى الفراخ بيضه قوي وطريه. وبعدين هتهزر تاني؟ لا ما تهزرش، خليك في اللي انت فيه. بصوا بوريكم الفراخ من جوه مستويه وجميله ازاي، مش اللي هي شكل بس يعني. المشكله كمان ان هي سخنه، انا مش عارفه كمان اوريها لكم عشان سخنه جدا. بس هي طبعا باينه قدامكم ان هي مستويه يعني. بصوا مش محتاجه اي كلام ولا محتاجه مجهود ان انا اصلا اقطعها، هي ما شاء الله يعني دايبه دوب كده. بس يا حبايب قلبي الوجبه دي طبعا انت هتعمليها في بيتك. بصوا ما شاء الله عامله ازاي. الوجبه دي انت هتعمليها في بيتك طبعا، يعني اوفر بكتير من بره. زي ما بنسمع ان الفراخ رخصت، الحمد لله. الفراخ بقى كيلو ب60 جنيه، يعني هتجيبي فرخه 2 كيلو ب120. مش مقدرتي مثلا ان انا اجيب فرخه 2 كيلو، اجيب كيلو وراك. كيلو وراك ب70 جنيه. البطاطس هي بنطلعها ما شاء الله جميله جدا جدا. بطاطس تحمير طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. كنا بنقول ايه؟ جيبي هو كيلو وراك ب70 جنيه، نص كيلو رز ب15 جنيه، يبقى 85 جنيه. واحدة كابوتشا ب5، يبقى 80 جنيه. ونص كيلو جزر ب3 جنيه. على لو عندك بطاطس ماشي، ما عندكيش هتجيبي كيلو بطاطس ب12 جنيه او نص كيلو ب6 جنيه. الأكلة كلها مش هتقفل معاكي 100 جنيه، ويبقى كله زي الفل. وعملتي يعني جبتي مطعم كنتاكي بحاله لبيتك، في قلب بيتك لولادك. تبسطي قد ايه ولادك بقى بالفرحة بالجمال بكل اللي بتعمليه ده. حاجة في منتهى الجمال. وما كلفتيش لنفسك 100 جنيه. ال100 جنيه دي هتكفيكي غدا وعشاء. حاجة جميلة جدا جدا. وفرتي في الطبخة، وفرحتي ولادك وبيتك وبأكل انتي ضمناه وانتي اللي عاملاه بنفسك في البيت. بص انا بقلب هي التقليبة دي بس، مش بقلب تاني. ومش بقلب اللي هو تقليب لا، ده انا بس بخليها تنزل في الزيت عشان تبقى يعني. انا الصراحه حاطه قطعه زياده، بس انا عشان برضه انجز في الوقت، لان بتاخد تلت ساعه بالظبط على البوتاجاز. بص البطاطس المحمره بقى جميله جدا جدا، مقرمشه من بره وطريه من جوه. دي بطاطس تحمير طبعا. بص ما شاء الله عامله ازاي، فاضيه جدا من جوه. فحاجه ما شاء الله تبارك الرحمن في منتهى الجمال. كفايه الفرحه اللي انتي يعني بتوصليها لولادك بقى بالجمال بقى. بس هنا زي ما قلت لكم كنت نسيت المايونيز فحطيته بقى، اداها بقى جمال اكتر يعني، وخلاه الطعم طبعا اختلف خالص خالص يعني. بس كده يا حبايب قلبي، وهنغرف بقى مع بعض الاكل. زي ما قلت لكم هي بتقعد تلت ساعه بالظبط على البوتاجاز، ربع ساعه كامله ما تعرفيش عليها خالص الغطا. وما تخافيش مش هتتحرق ولا يجرى اي حاجه، النار تكون متوسطه. وبعد كده تطلعيها تشقلبيها اللي فوق تحت واللي تحت فوق. وبعد كده تروحي ايه، او مقلباها زي ما بتقولوا زي ما يعجبكم. وبعد كده 5 دقايق تاني وتروحي مطلعاها. متقفليش النار وانتي بتطلعيها عشان ما تشربش منك زيت. بس كده. هنغرف بقى مع بعض زي ما انتوا شايفين في العلب دي. العلب دي انا كنت عامله يوم خير، وبحب اجيب كميات كبيره وبطلع منها اللي ربنا بيأذن بيه وبشيل الباقي عندي. فقلت بقى بما اننا ان احنا بنعمل وجبات من بره طبعا واكلات بره، فايه نعيش بقى اليوم بالمره ايه يعني، يوم مطعم بس في البيت. فعملت بقى في الوجبات كل واحد وجبه ايه يبقى مع نفسه كده. ما حبيتش ان انا ايه اعمل يعني كده كالعاده يعني التقليد اللي بنعمله في اطباق وكده. قلت لا، نخلي كل واحد وجبه كده اكننا جايبين الاكل من بره. كل حبايه بحبايتها من غير كلام.
والبطاطس نفس النظام زي ما انتوا شايفين، وكله تمام. انتوا بقى تحكموا وانتوا تقولوا بقى ايه يعني، عجبكوا او ما عجبكوش او ايا كان في الكومنت بتاعكم الجميل، هتقولوا ان كان عجبكوا ولا لا. زي ما انتوا شايفين اهو كده، حطينا الوجبات بقى الفراخ اهو زي ما انتوا شايفين. يعني ايه، بنرسم جو المطعم في البيت، حاجة في منتهى الجمال، بتقدميها لأولادك بحب وبإخلاص. حاجة حلوة، حاجة نظيفة في بيتك. الرز الريزو زي ما انتوا شايفين، والفراخ الكنتاكي او الفراخ التشيكن زي ما انتوا تقولوا براحتكم خالص، حاجة في منتهى الجمال. سلطة الكولسلو محدش يتريق عليا زي ما قلتلكوا، تقولوا لي ان كانت حلوة ولا وحشة، او ان كنت بنطقها صح ولا غلط. مستنية كومنتاتكم الجميلة تقولي رأيكم ايه. اللي ما اشتركش معانا يا حبايب قلبي يا ريت يشترك عشان يوصلوا كل جديد معانا. لا اله الا الله، انا تعبت من كتر الاعاده في الفيديو ده والله يا جماعه، مش عارفه الفيديو ده ماله. بس يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم، انا بعد كده مش همنتج بالليل غير بالليل. الساعه 2 بالليل عفوا، مش همنتج غير 2 3 بالليل. بنبقى براحتنا خالص، بناخد راحتنا، محدش بقى بيعكنن علينا، ولا الباب يرن ولا الجرس يرن ولا المكواجي عايز المكوى، ولا ابني بقى ولا اي حاجه من ده كله. بس بنبقى براحتنا مع بعضينا، كل واحد عنده كلمة بيقولها للتاني، بنريح بعضينا بالكلام، محدش بيضايقنا. بس يا حبايبي المهم اديكوا شايفين النهاية، الحمد لله النهاية جميلة جدا جدا وترضي جميع الأطراف. أنا عن نفسي مرضية بفضل الله عن اللي أنا عاملاه، ولادي اتبسطوا جدا جدا. أتمنى إن انتوا كمان تتبسطوا وتبسطوا أولادكم انتوا كمان بالمنظر اللي انتوا شايفينه، هتبقى أكلة جميلة جدا جدا.